لو حابب تبقى سوفت وير انجينير شاطر فانت لازم تعرف الخمس مراحل دول بتوع لغه البايثون. اول مرحله هي البيزكس، وهي دي بتتعلم فيها الداتا تايبس والفاريبلز والاف كونديشنز، وموقع W3 سكول مفيد جدا للمرحله دي. تاني مرحله هي الداتا ستراكشرز، دي بتتعلم فيها الليستس والاريز والديكشنريز، وموقع جيك فور جيكس مفيد جدا للمرحله دي. تالت حاجه هي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، ودي اللي بتتعلم فيها الاوبجكت والكلاسز والميثودز، والموقع زي بروجراميز احسن ريسورس للمرحله دي. المرحله الرابعه هي ان انت تعمل بروجكتس حقيقيه، زي ان انت تعمل كالكوليتر آلة حاسبه او تعمل حاجه بتقيس الطقس، وده ممكن تلاقيه على جيت هاب، ممكن تلاقيه على ChatGPT ان هو يساعدوك ان انت تعمل بروجكت. اخر مرحله هي الماشين ليرنينج اند AI، وهنا تتعلم لايبريز زي نمباي وباندا وSQLearn، وكمان لما تبتدي تاخد الموضوع اكتر بقى ممكن تبتدي تخش في تنسر فلو، وبعد كده تقدر تخش تتعامل مع ChatGPT والLLM. واحسن ريسورس للحاجات دي هو كورسيرا، وبالمناسبه دي في كورس مجاني على كورسيرا هيساعدك في ان انت تتخصص في المجال ده. اكتب لي بايثون تحت في الكومنتات وهبعت لك مصادر اللي قلتها في الفيديو.